ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هو ازاي تحصل على صناديق كلاسيكي او صناديق مميزه بشكل مجاني. فاحنا النهارده عندنا ثلاث طرق. اول طريقتين كله عارفها، لكن الطريقه الثالثه محدش كتير يعرفها. فخلينا نبدا باول طريقه، ان انت بتخش على الكنوز وتقدر ان انت تشتري القسائم سواء كلاسيكي او مميزه بشكل مجاني. طبعا دي كله عارفها. هنشوف مع بعض تاني طريقه، اللي هي بتخش على المنص بيه، بتلاقي هنا صندوق مجاني بتقدر انت تحصل منه على صناديق مميزة. وطبعا دي نادرة، بس هو في ناس بتطلع لها يعني. تمام. تالت طريقة بقى ان انت بتخش على المركز الامني. تمام. وبتبدأ انت تعمل كام خطوة كده، ومن خلالها بتبدأ ان انت تحصل على صناديق امداد والقاب وصناديق كلاسيك، وزي ما هشرح لكم دلوقتي. اول ما هتفتح هيجيلك الواجهه دي، الصفحه الرئيسيه والمحققين والتقارير. انت هتخش على طول على المحققين، هتبدا ان انت تشاهد الفيديوهات دي، وتبدا ان انت تقول ده هاكر ولا لا. يعني هو هيجيب لك فيديوهات لناس اتبلغ عنهم ان هم مفعلين هاكر. فانت هتبدا انت تشوف الفيديوهات دي، وهتبدا ان انت كل يوم بتشاهد 15 فيديو. وكل ما بتشاهد كل ما هنا مهام مراجعه المهام بتزيد عندك، فبتقدر انت تحصل على الجوائز. طبعا هنا زي ما شايفين في عملات الجي، وفي صناديق الإمداد، وفي ألقاب. وبعدين هتلاقي صناديق كلاسيك مش عارف داخلة في 50 صندوق كلاسيك. يعني أنت عندك هنا لقب تاني أهو، كان في لقب قبليه. دي الصناديق الكلاسيكية. وعندك لقب تاني، وفي لقب مسك كمان. فأنت كل اللي عليك إن أنت بتخش بتبدأ إن أنت تراجع الفيديوهات وتدي رأيك. بعدين بتبدأ إن أنت كل يوم ليك 15 فيديو تشاهدهم. تمام. اول ما بتشاهد الفيديوهات دي وتدي رايك هل ده هاكر او مش هاكر، او انت مش عارف هو هاكر ولا لا، بتبدا ان انت نسبه مراجعه المهام عندك بتزيد. تمام. ولما بتزيد بتبدا ان انت تحصل على الجوائز. في طريقه تاني معانا، وهي عن طريق العملات دي. طبعا العملات دي بتيجي من بتخش على المهام وتختار تلات اختيار من تحت. تمام. بتبدا انت تلعب مع الناس اللي هي لسه راجعه من اللعبه، واللي هي الاصدقاء اللي عندك القديمه. تبدأ انت تحصل على العملات دي، ومن خلالها بتقدر انت تحصل على قصايم كلاسيك او امداد او مميزة. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.